السلام عليكم. فيديو النهارده هقولك ازاي تسيحي السمنه البلدي وازاي تطلعيها ناجحه زيها زي اللي بتيجي من بره. دي قشطة انا كنت لماها من على وش اللبن. لما بشتري اللبن بغليه كويس وبحطه في التلاجة ليلة ليلتين، وبعد كده بلاقي الوش بتاعه طبق عمل طبقة قشطة كده، بشيلها وبحطها في الفريزر. اول حاجة هجيب حلة واسعة واحط فيها القشطة دي. طبعا لازم الحلة تكون واسعة علشان يعني ساعات القشطة دي بتفور وكده، فلازم تكون واخدة راحتها. هفضي كل كمية القشطة اللي عندي في الحلة، وبعد كده هولع عليها النار وهحط الملح بتاعي. طبعا الملح ده علشان حاجتين. اول حاجة علشان يظبط الحدق بتاع المرتة اللي هتطلع من السمنة، وكمان الملح بيخلي السمنة تكون مرملة. تمام. اول حاجة انا كنت مشغلة العينة الصغيرة اللي هي بتاعة البوتاجاز، حطيت الملح، ولما القشطة ساحت كده ولقيتها بتغلي هوطي عليها. طبعا لازم كل شوية اقلب فيها علشان المرتة ما تلزقش في ارضية الحلة. تمام. انا دلوقتي هوطي النار عليها خالص، يعني هوطي كده النار متوسط في الاول، مش هوطي يعني مش هخليها كده ايه زي الشمعة، لا هوطيها في الاول نار متوسطة. وطبعا كل شوية مع التقليب يعني اروح واجي اقلب فيها. تمام. ودلوقتي هتبدأ ان هي بقى ايه تفصل، هتعمل لون اصفر كده ولون ابيض. اللون الاصفر ده هو لون السمنة، ده اللي هيبدأ يظهر عندي، ده لون السمنة البلدي. واللون الابيض ده في الاخر خالص هيرسى في ارضية الحلة، وهيبقى هو المرتة اللي هتتحمر وتطلع معايا كمية المرتة اللي احنا في ناس بيقولوا عليها عجوزة، في ناس بيقولوا عليها مرتة. المهم دلوقتي هي لسه ما خلصتش للاخر ولا وصلت لمرحله التسويه النهائيه. تمام. فانا في الراحه وفي الجايه كده كنت على طول بقلب فيها علشان يعني لا تلزق ولا تتحرق ولا يحصل لها اي حاجه من دي. تمام. طول ما في رغوه او حاجات بيضة على الوش كده كده السمنه لسه ما استوتش. وكمان طول ما الطبقه اللي تحت خالص في الارضيه دي لونها ابيض، برضو السمنه ما استوتش. هتستوى امتى يا جماعه؟ لحد ما نلاقي لونها السمنه اللي هي الصفرة دي بقت صافيه، واللون اللي تحت في الارضيه ده بقى لونه اصفر ذهبي او احمر، لون احمر اتحمرت معايا كده. تمام. دلوقتي انا بشيل الرغاوي اللي على الوش دي لان انا يعني ايه مش محتاجاها في حاجه. هي كده خلاص السمنه هتبدا تدخل في التسويه، وكمان المرته بقى هسيبها ان هي ايه تتحمص او تتحمر وتاخد اللون اللي احنا عارفينه. تمام. دلوقتي انا موطيه عليها زي الشمعه بالظبط، يعني احنا من نص المرحله كده والسمنة لونها بدأ يصفر، بوطي زي اللي هو ايه نار شمعة. يعني ببدأ ان انا ايه اوطي النار خالص علشان المرتة ما تتحرقش، لان هي كده في مرحلة ان هي تتحمر. تمام. هشيل اي زيادات كده على الوش واسيبها بقى ايه مع نفسها لحد ما تتحمص. وطبعا في المرحلة دي بالذات لازم نتابعها كويس. ودلوقتي بقى خلاص السمنة بتاعتي كانت خلصت والمرة احمرت. طبعا يا جماعة انا بصفيها في حلة تانية علشان السمنة كانت سخنة لحد بس ما تبرد، لان البرطمان بلاستيك ما ينفعش افضيها فيه. وده كان لون المرتة، بيبقى لونها كده. لو حباها اغمق من كده درجة عادي مفيش اي مشكلة. ودي كانت طريقة السمنة البلدي الفلاحي الأصلية اللي احنا نعرفها يا جماعة. ريحتها كانت وهم، يعني ما تعمليش غير الطريقة دي. اللي تقولك قلبي عليها سمنة روابي، لا قلبي عليها سمنة معرفش ايه، لا كده كل ده لعب في السمنة البلدي. كده مش سمنة بلدي. السمنة البلدي يا جماعة أساسها القشطة الفلاحي.